السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي طلاب سنة 5 ابتدائي. يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهارده يا جماعة محضر لكم طبعا مفاجأة حلوة قوي ألا وهي مراجعة شهر إبريل. طبعا يا جماعة خلاص الامتحانات على الأبواب اهيت، كل سنة طيبين يا جماعة. النهارده يا جماعة محضر لكم بقى إن شاء الله بردك شوية امتحانات جميلة جدا على حسب آخر وصف طبعا. أسئلة جت من تبع الوزارة. هو هيجي سؤال مثلا يا جماعه اللي هو سؤال هيركز جدا على سؤال اللي هو الماتشنج التوصيل، وكمان ري اوردر اللي هو سؤال اللي هو الترتيب وكده. اول سؤال عندنا يا جماعه هو بيقول لك ايه كونكت 5 ابريل تيست موديل 1. يعني كونكت 5 يا جماعه اختبار شهر ابريل والنموذج الاولاني على بركه الله. اول سؤال عندنا read and match A with B. يا جماعه هنوصل العمود A بالعمود B. قلنا كتير جدا يا جماعه احسن طريقه عشان نحل سؤال التوصيل نقرا اول حاجه العمود A والعمود B عشان نقدر نجمع افكارنا كلها ونعرف نفهم الكلام معناه ايه. اول حاجه رقم واحد بيقول لك ايه don't use your mobile. بلاش تستعمل موبايلك، وهنشوف دلوقتي امتى. bats can sleep. الخفافيش ممكن تنام. هنعرف دلوقتي برضك. how do you. كيف انت. هنعرف برضه دي سؤال، خد بالك يا شباب، يعني اكيد عندك في الاخر علامه استفهام في الناحيه الثانيه. ungrateful means اللي هو طبعا غير ممتن او غير شاكر الجميل، معناه ايه؟ نعرف برضك. رقم 5 بيقول لك ايه keep quiet when you. التزم الصمت عندما تكون فين؟ نعرف دلوقتي حالا. لتر ايه بقى يا جماعه الناحيه الثانيه بيقول لك ايه get to school. ازاي بتروح المدرسه؟ ده سؤال، يبقى احنا يا جماعه هو عرفنا اكيد سؤال يعني بدا بكلمه استفهام. لتر بي يقول لك ايه in your school library. وانت قاعد في المكتبه. اتعرفت برضك، حلوه. not to thank others for doing something good. يعني ما بيشكرش الاخرين طبعا حتى لو هم عملوا حاجه جيده او حاجه كويسه. كده اللي هو الشخص غير اللي هو طبعا غير معترف بالجميل. and the train station. في محطه القطار. تمام. اما الليتر ايه يا جماعه مكتوب ايه phone in the library. يعني ما تستعملش تليفونك وانت في المكتبه. تمام ماشي تمشي بره جميله. اما الليتر اف يا جماعه كلمه حلوه قوي لك ايه upside down on trees. يعني مقلوب على الاشجار اللي هو خفيش اكيد طبعا. حلو قوي. نرجع معايا نوصل بقى على بركه الله. اول حاجه don't use your mobile. بلاش تستعمل موبايلك فين؟ ايوه صح، موبايل فون يا جماعه ان ذا لايبراري. صح يا جماعه، بلاش تستعمل موبايل فون ان لايبراري لتر اي. جميل قوي. 2 باتسي كان سليب. الخفيش بتنام ايه؟ ايوه صح لتر اف ابسايد داون اون تريز. الخفيش بتنام مقلوبه على الاشجار. حلو قوي. هاو دو يو. سؤال كيف تذهب الى ايه؟ ما فيش اللي هي يا جماعه اصلا عندك عامل استفهام فيها ايه؟ صح. get to school letter A. صح. how do you get to school. كيف تذهب الى مدرسه او بتروح مدرسه ازاي؟ تمام. ungrateful يا جماعه الشخص اللي هو غير طبعا او الشخص اللي هو طبعا غير معترف بالجميل اللي هو ايه؟ letter C. not to thank others. ما بيشكرش الاخرين لما هما يعملوا فيه مثلا معروف او حاجه كويسه او خير. طيب 5 يا جماعه keep quiet when you. التزم الصمت when you in your school library. صح، وانت قاعد في المكتبه. لتر بي. جميله قوي يا جماعه. شوف موضوع سهل جدا، تقرا اول عمود A والعمود B عشان تجمع افكارك وهتلاقي الدنيا عندك سهله قوي. وطبعا في المقام الاول حفظ الكلمات يا شباب. اما السؤال الثاني يا جماعه الترتيب. الترتيب يا جماعه خدنا كتير جدا ازاي نرتب الجمله يا ابطال. فاعل وفعل وبعدين على طول مفعول او حرف جر او صفه يا جماعه على حسب موجود عندك. نقرا اول يا جماعه كده بقول لك ايه sit there kangaroos pouch mothers in. حلو قوي. اول حاجه نبدا على طول بالفاعل اللي هو مين؟ kangaroos يا جماعه اللي هو الكنغر. وبعدين ادي الفعل هنا ايه؟ sit اللي بيقعد. الكنغر بيقعد او بيجلس يا جماعه. ان الحرف جر ممكن حرف جر او صفه او مفعول يا جماعه. وبعدين their mothers. طبعا mother هي يا جماعه طبعا صفه ملكيه، يعني اكيد في الاخر اسم ملكيه pouch يا جماعه اللي هو الكيس بتاع الكنغر يا جماعه. يعني kangaroos sit in their mother's pouch. يعني بينام او بيقعد في الكيس بتاع مامته يا جماعه اللي هو الكنغر. حلو قوي. 2 is town this our perfect. حلو قوي. نبدا على طول يا جماعه this is. سهله جدا معروفه يا جماعه. this is our perfect
town. هذه هي مدينتنا المتكاملة أو الجميلة أو الرائعة. طبعا مع perfect هنا صفة، والصفة دايما في إنجليزي بتيجي قبل الاسم على طول، قبل اسم موصوف يا شباب، ما ينفعش أقول إيه town perfect، لا perfect أول. 3 you near could go lions the. ها سؤال يا شباب، أول حاجة could you هل تستطيع، أو هل كنت ممكن تقدر، وبعدين المصدر على طول يا جماعة بعد كلمة could go near the lions، يعني هل كنت ممكن تقرب للأسود يا جماعة. could you go near the lions، جملة حلوة أوي سهلة أوي. أما السؤال التاني يا جماعة طبعا هيجي لك بردك في الاختبار اللي هو إيه البانكت ويت. إيه البانكت ويت يا جماعة؟ اللي إحنا أول حرف خالص في الجملة بنخليه كابيتال ليتر، كابيتال كبير. اسم ولد خليه كابيتال، بنت، اسم مدينة، اسم يوم، اسم شهر، اسم لغة، كل يا جماعه بنخليها كابيتال، وفي الاخر نحط فول ستوب او كويستشن مارك على حسب نوع الجمله يا جماعه، خبريه او استفهاميه. اول حاجه رقم واحد بيقول لك ايه وات انيمال ديد يو سي. ها حلو قوي يا جماعه، هنكتب الجمله هي بالظبط، بس اول حرف خليه كابيتال يا شباب. وات انيمال did you see، وفي الاخر طبعا هنا سؤال حطينا كويستشن مارك. بعد ما حولنا يا جماعه يا ريت نحسن كده خط اهوت، او نحط خط تحت اللي احنا عملناه، ادي دبليو وكمان الكويشن مارك عشان بس نوضح للمستر او للمصحح بتاعنا اللي انا غيرت حرف الدبليو مثلا في الاول، وكمان النقطه او علامه استفهام اللي انا ايه عملتها في الاخر. حلو قوي. 2 باتس كان او باتس فلاي ات نايت، الخفافيش بتطير بالليل. حلو قوي، نكتب هي الكلمه هي ها باتسي كان فلاي ات نايت. ها عملت هنا ايه؟ اول حرف خالص حولته الى كابيتال ليتر اهي والخط تحته، وفي الاخر خالص عشان جمله خبريه يا جماعه حطينا نقطه فول ستوب. يا جماعه سهله قوي، اول حرف كابيتال وفي الاخر فول ستوب يا جماعه او كويشن مارك على حسب نوع الجمله. الدنيا سهله خالص وبسيطه. طيب كمان في امتحان يا جماعه محضره لك كمان حلو قوي، يلا بينا بلاش تزهق يا بطل، وما تنساش اشتراك بالله عليك وفعل الجرس. يلا بينا. الاختبار التاني يا شباب ان شاء الله هو محضره لك جميله جدا، كونكت 5 ايفرال تيست موديل 2. يا جماعه النموذج الثاني ان شاء الله يا جماعه بعد ما خلصنا النموذج الاولاني يا شباب، مهم جدا تحل كتير يا بطل، اهم حاجه في الانجليزي حل كتير مهم قوي. ريد اند ماتش، بردك اقرا ووصل. يا جماعه زي ما اتفقنا يا جماعه نقرا العمود A كلته والعمود B عشان نقدر نجمع افكارنا كلنا وتفهم يا جماعه الجمل عايزه ايه طبعا، ونوصل في الاخر هتلاقي الدنيا عندك سهله قوي ان شاء الله. طبعا يا جماعه اول حاجه بقول لك ايه the shade of the tree. ها shade اللي هو معناه الظل بتاع الشجره، ها ماله هنعرف دلوقتي. you can catch a train، انت ممكن تركب القطر. منين؟ طبعا اكيد عارفين طبعا. there is a big zoo، في حديقه حيوان كبيره في المكان الفلاني، هنعرف دلوقتي. snails don't، طبعا مع السنيلز اللي هو طبعا الحيوان او الحشره اللي هي زي الحلزونه كده، don't كذا لا تفعل كذا. what's your favorite؟ ها دي سؤال طبعا اكيد عندك علامه استفهام في الناحيه الثانيه، هنعرف دلوقتي بس بعد ما نقرا العمود بيه كلته. ها next to school، يا جماعه next to the school يعني بجوار مدرسه. تمشي يا جماعه، ممكن نقول الزو صح. طب 2 have legs or arms، ولا رجلين ولا حتى ايدين، ده اكيد الحلزونه اكيد صح. طب لتر سي بيقول لك ايه unusual animals، حيوان غريب. in the train station، في المحطه القطار. لا دي سهله شويه، صح ممكن نركب القطر تمام. طب لتر اي بيقول لك ايه keeps us cool، يعني بتخلينا او تحافظ على ايه كول كده ولا حاجه، وتخلي الدنيا ايه منعشه وطراوه. طب اخر حاجه in a bank، in a bank يعني في البنك. يا جماعه طبعا بنك اللي معنى ضفه النهر او معناها بنك اللي هو الفلوس يعني، عادي جدا. هنعرف دلوقتي اول حاجه هم بيقول لك ايه the shade of the tree. يا جماعه الظل بتاع الشجره بيعمل فينا ايه يا جماعه؟ سهل قوي، لتر اي صح keeps us cool، بنخلي جو المنعش كده وحاجه كول وجميله جدا صح. طب نمبر 2 you can catch a train، ممكن تركب القطر منين؟ سهلة قوي، أيوة صح لتر دي in the train station، من محطة القطار. سهلة قوي تمام. نمبر 3 there is a big zoo، في حديقة حيوان كبيرة. أيوة صح، أنا سامع ناس بيقول إيه لتر A مستر صح next to the school، بجوار المدرسة. حلوة جدا. 4 snails don't، الحلزون يا جماعة don't ليس إيه
ايوه letter B don't have legs or arms. طبعا يا جماعه الحلزون عارفين يا جماعه لا لها رجلين ولا حتى ايه طبعا ايدين ولا رجلين. طب what's your favorite؟ اكيد دي سؤال يا مستر طبعا، يبقى كده عندك question mark في الاخر letter C ما فيش الا هي unusual animal، ما هو الحيوان الغريب او الغير معتاد يعني او الاستثنائي اللي انت بتفضله او بتحبه. حلو قوي يا جماعه، مهم قوي نقرا العمودين عشان نقدر نجمع افكارنا، وهتلاقي الدنيا عندك سهله قوي، بس اهم حاجه حفظ الكلمات يا ابطال. الترتيب يا جماعه ترتيب يا جماعه فاعل وفاعل ومفعول او صفه او حرف جر. لو سؤال كلمه استفهام فعل مساعد وبعدين الفاعل والمصدر يا شباب او الفعل. اول حاجه did where you yesterday وgo، تكوين سؤال في الماضي خدناها كذا مره. اول حاجه نبدا بكلمه استفهام what او where، عندي هنا where اهو، وبعدين فعل مساعد اللي هو did، حلو قوي did، وبعدين الفاعل يا ابطال ها ارتب معايا you، وبعد الفاعل بنحط على طول الانفينيتيف الفيرب في المصدر go yesterday. where did you go yesterday؟ يا جماعه تكوين سؤال في الماضي حلو قوي، كلمه استفهام وبعدين did والفاعل والمصدر على طول يا بطل، حلو قوي. نمبر 2 book choose a good to read، حلو قوي، دي يا جماعه اسلوب امر اهو. يقول لك ايه؟ اول حاجه choose اختر ها او نقي a good book، الصفه الاولى يا بطل صح؟ قلنا يا جماعه الصفه a good book، ما ينفعش اقول ايه book good، لا good الاول، الصفه بتيجي قبل اسم موصوف او قبل اسم عموما في الانجليزي يا جماعه. وبعدين نكمل بقى to read لكي تقراه، يعني اختر كتاب كويس عشان تقراه يا جماعه تقراه. يبقى choose a good book to read حاجه بسيطه جدا وسهله قوي. حلو قوي يا جماعه، ما تنساش طبعا حاطين ان a قبل الصفه عشان هنا book مفرد، حلو قوي. doing و I am، وعندك bats و on و a project، حلو قوي. اول حاجه الفاعل I am، ها بعد الام و is و are بيجي الفيرب ان جي، ايوه صح doing I am doing a project، انا بعمل مشروع، حلو قوي ادي الاوبجكت اهو، وبعدين on bats على الخفافيش project on، حلو قوي مشروع على، حلو قوي. السؤال التاني يا شباب طبعا البانكيت ويت، علامات ترقيم اللي احنا يا جماعه قلنا ايه اول حرف بنخليه كابيتال يا جماعه. لو عندي مثلا اسم مثلا بني ادم نخليه كابيتال، اسم انسان، اسم يوم، اسم شهر، اسم لغه كل ما عدا اسماء ايه بنخليها ايه كابيتال لتر في الاول، وفي الاخر نحط فول ستوب او كويشن مارك على حسب نوع الجمله، سؤال او مثلا جمله ستيتمنت خبريه. نمبر 1 شو يا جماعه I had a wonderful day out yesterday، سهل قوي. اول حاجه الاي لازم كابيتال يا جماعه، الجمله هي بالظبط اللي فوق، بس اول حاجه الاي خليه كابيتال يا جماعه، وفي الاخر فول ستوب. طبعا ما تنساش يا بطل نحاول نحط خط تحت ايه اللي انا غيرته، الاي كابيتال اهي غيرناها، وفي الاخر الفول ستوب النقطه كمان تحتها خط عشان نوضح للمستر او للمصحح بتاعنا اللي هو بيحل يا جماعه، اللي هو بيصحح لنا طبعا السؤال اللي احنا ايه عملنا ايه الحاجه دي او غيرناها. نمبر 2 could you see the lions؟ هل كنت او هل استطعت ان ترى الاسود؟ سؤال طبعا اكيد could you see the lions. في الاخر عندك question mark على استفهام، وفي الاول خالص حرف السي كابيتال ونحط تحته خط يا جماعه كده عشان نوضحه اكتر اهوت، وكمان اللي على استفهام كمان. شوفوا يا جماعه الامور سهله جدا وبسيطه، زي ما قلت يا جماعه عايز تحل كتير عشان حل كتير مهم جدا، وتشوف الحل واي استفسار انا تحت امركم. كمان امتحان يا ابطال ما نزهقش، يلا بينا يا ابطال خلاص ما عادش حاجه امتحانات، يلا كمان. التالت يا شباب معانا مهم جدا بردك، مجمع لك فيه شويه اسئله حلوه قوي، مكتوبات كونكت 5 ابريل تيست موديل 3، النموذج الثالث لطلاب سنه 5 لاختبار طبعا شهر ابريل. كالعاده يا جماعه اول حاجه عندنا سؤال بردك read and match A with B، برضه يا جماعه عايزين نوصل بردك سؤال جديد اهوت، اللي نوصل العمود A ب B، نقرا اول عمود A كلته والعمود B يا جماعه، وبردك نحاول نجمع افكارنا كلنا، وفي المقام الاول والاخير يا جماعه حفظ الكلمات مهم جدا طبعا. اول حاجه يقول لك you can eat with your family، انت ممكن تتغذى او تاكل يعني طعام مع اسرتك فين؟ هنعرف دلوقتي. snakes don't، الثعابين ليست تمتلك ايه؟ هنعرف بردك. you keep your money safely، احنا بنحط فلوسنا بامان فين حته؟ اكيد طبعا في البنك طبعا، اوكي. they rest under the، هم قعدوا ارتاحوا تحت ايه؟
تمام. 5 بقى بيقول لك باندا lives in China. الباندا بتعيش في الصين. كلام حلو يا جماعه. طيب ادي العمود ايه؟ العمود بي يا جماعه برضك نقراها مع بعض كده ونجمع افكارنا. have legs or arms. يا جماعه رجلين ولا حد ايدين. لا ده زي الحلقه اللي فاتت تقريبا. trees and drink some water. يا جماعه تحت الشجره ونشرب ميه. حلو قوي. اما لتر سي يا جماعه بكتب ايه؟ in a restaurant في المطعم. in the train station في محطة قطر. and eat bamboo. يا جماعة وكمان بياكل بامبو. يا جماعة كل دي ورا بعض اهوت سي ودي واي. اما لتر اف بقى in a bank يعني في البنك. حلو يا جماعه اهو. تحس يا جماعه كده بعد ما خلصنا A و B تحس ان جمعت افكار كتير جدا. طب يلا مع بعض كده على بركه الله. You can eat with your family. ممكن تاكل مع اسرتك فين حته؟ اكيد يا مستر لتر سي in a restaurant في المطعم. حلو قوي. طب نمبر 2 snakes الثعابين don't اكيد سهله قوي يا جماعه. لتر ايه طبعا زي الحلزون اللي فاتت كده يا جماعه. don't have legs or arms. التعابين لا عندها ولا رجلين ولا حتى ايدين. طب نمبر 3 you keep your money safely. يا جماعه ممكن تحفظ فلوسك بامان in the ايه؟ اكيد ما فيش يا مستر طبعا اكيد لتر اف. لتر اف يا جماعه اللي هي in a bank في البنك. حلو قوي. اما نمبر 4 بلاك ايه؟ they rested under the rest يعني هم ارتاحوا تحت ايه؟ سهل قوي. لتر بي يا مستر. صح شباب احسن ما شاء الله. tree and drank some water. جميله جدا ربنا يبارك فيك يا جماعه. باندا الباندا lives in China. الباندا بتعيش في الصين وطبعا اكيد بتاكل طبعا نبات الخيزران اللي هو and eat bamboo. هاي معاه لتر اي سهله قوي يا جماعه اللي هو طبعا في الوحده بتاع الحيوانات كانت وحده سهله جدا والباندا كانت موجوده فيها. طب نمبر 2 يا جماعه طبعا ازاي نرتب الجمل يا جماعه خدناها كذا مره. نبدا اول حاجه بالسبجكت وبعدين بالفيرب وبعدين بنحط مثلا preposition حرف جر او نحط مثلا adjective مع صفه او ممكن object مفعول. لكن لو كان اسم يا جماعه او مثلا سؤال اول حاجه كلمه استفهام شوفوا يا جماعه مع بعض كده. birds could what see you. نبدا على طول يا جماعه اول حاجه بالكويشن وورد كلمه استفهام عندي what birds what birds ما الطيور وبعدين فعل مساعد هنا could معاه او كان او will او would اي فعل مساعد موجود عندي اهو او حتى do او does والفاعل you وبعدين مصدر see عشان بعد كلمه could او كان بيجي على طول فعل في المصدر. what birds could you see يعني ما الطيور اللي انت كنت شفتها. معاه what birds could you see. حلو قوي. نمبر 2 I do how get stop bus to the. نبدأ على طول كلمة استفهام how وبعدين الفعل المساعد do وبعدين فاعل I. يا جماعة حلو قوي. ازاي نكون سؤال يا جماعة خدناه كذا مرة. كلمة استفهام والفعل المساعد وبعدين فاعل وبعدين نحط المصدر يا جماعة get to نصل إلى. كيف أصل إلى؟ ما فيش هي طبعا يا جماعة إيه؟ the bus stop اللي هو محطة الأتوبيس. حلو قوي. how do I get to the bus stop. how do I get to the bus stop يعني كيف أصل إلى محطة الأتوبيس. السؤال التاني يا جماعة بيقول لك إيه؟ free it go to is in. نبدأ على طول بالفاعل it والفعل التاني على طول is it is. بعد كده نحط بقى الصفة أو حرف جر أو حتى مثلا object. هنا عندي صفة free to go in. تاني كده it is free to go in. it is free مجانا to go in في الدخول يعني أو في الذهاب إليها. حلوة جدا جدا ما شاء الله يا أبطال. حلو كتير. البانكتويشن حاجة معاه أول حرف بنخليه كابيتال ليتر. لو عندي مثلا اسم إنسان خليه كابيتال. اسم يوم اسم شهر اسم لغة اسم مدينة اسم دولة كل يا جماعه كابيتال ليتر. حلو قوي. في الاخر نحط فول ستوب يا جماعه لو جمله عاديه او كويشن مارك لو كان عباره عن سؤال. اول حاجه بقول لك ايه رقم 1 what did you see رامي. what did you see رامي ماذا رايت يا رامي. سؤال يعني اكيد حلو قوي. اول حاجه بقى طبعا اكيد اول حاجه كابيتال ليتر وات حرف الدبليو كابيتال اهوت did you see رامي وفي الاخر كويشن مارك. سهل قوي. طبعا معاه بنحول اهوت سهل قوي. الدبليو يا جماعه بنخليه كابيتال اهوت
معاه. وفي الاخر خالص بنحط هنا الكويشن مارك، طبعا سؤال عشان هنا طبعا سؤال، وتحته خط كما اندرلاين عشان نوضح للمصحح او للمستر اللي بيصحح امتحان اللي انا غيرت الاول حرف، وفي الاخر حطيت مثلا ايه نقطه او علامه استفهام. My favorite animal is the lion. سهله قوي. ها my favorite animal is the lion. ها انا غيرت ايه اول حرف يا مستر؟ صح، خليته كابيتال ليتر اهو، كابيتال اهوت الام كابيتال، وفي الاخر خالص حطيت فول ستوب نقطه عشان دي جمله عاديه مش سؤال. حاجه معاه بسيطه جدا، وحطينا خط وظبطنا نفسنا يا جماعه، والدنيا ما شاء الله زي الفل اهو. طبعا يا شباب معاكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا ريت يا جماعه تدعموني كده، واي تعليق بسيط عشان الحاجات دي يا جماعه بجد بتفرق معايا قوي قوي، وتدعي دعوه حلوه عشان يكون لك المثل الملك ولك مثله. شكرا ابطال على المتابعه، يا رب يا جماعه تدعموني كده، وعشان في امتحان لسه هنزلها. سلام عليكم.